السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك ديال المول العجيب بحجم صغير، بكريمه رائعه سهله التحضير. كيجيو البنات خفاف وبنان ورائعين جدا، حتى في الشكل ديالهم كيجي راقي. بقاو معايا لنا لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. هنا كناخذ اناء غادي نضيف ليه واحد جوج حبات تاع البيض. هنا البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش بارد. غادي نحتاج ايضا هنايا نص كاس تاع السكر، نحتاج ساشي تاع فاني، وغادي نخلط هذا الخليط جيدا. من بعد ما طربنا البيض والسكر غادي نضيف ليه واحد نص كاس تاع الزيت، غادي نضيف ايضا واحد نص كاس الحليب هنا يكون دافئ ما ديروش بارد صافي. وغنبدا نخلط هنايا جيدا. بالنسبه للدقيق البنات راه احتاجيت تقريبا واحد جوج كيسان ونصف تاع الدقيق. هنا ديما كما تنقول لكم هنايا دائما الدقيق تبقى على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. انا هنايا ضفت الدقيق غنبدا نحرك غير بشويه تدريجيا. من بعد غادي نضيف ساشي تاع خميره ديال الحلويات، غادي نضيف هنايا تقريبا غادي نحتاج ليها واحد ساشيه ونصف تاع الخميره الفوريه. صافي من بعد ما وجد لينا الخليط غادي نضيف له واحد الملعقه كبيره تاع الفيرميسيل تاع الشكلاط. صافي هنا غنبدا نحرك هنايا جيدا. هنا البنات هاد الفيرميسيل كيعطيهم منظر زوين ملي كيطيبوا لينا. صافي بالنسبه هنا المولات، انا عندي هاد المولات الصغار ديال المول العجيب تيكونوا صغار، كاين حتى فيهم الكبير، انا هنا فضلت ندير هاد الصغيورين. صافي غنبدا نخوي في الخليط ديالي ونحاولوا ما نعمروهمش بزاف حيت باقي البنات غادي يختمروا لنا الفرفران، كنديروا غير النصف ما كاملش ديالهم. صافي انا غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه المقادير اللي عطيتكم البنات، هنا راه خرجت لي تقريبا واحد 18 حبه تاع هاد الكيك. هنايا من بعد كنكون مسخن الفران على درجه حراره 180. صافي كنشعل عليهم من تحت، من بعد كنشعل عليهم من الفوق. هنا دغيا كيطيبوا لينا دغيا كيوجدوا تقريبا واحد 10 دقائق كانوا طايبين. وهنا من بعد ما طابوا لينا كيجيو شكل على هذا الشكل. البنات دغيا كيتحيدوا لينا من المول حيت دهنا لهم الزبده، كيجيو على هذا الشكل، كيجي كما قلت لكم رائعين جدا وكيجيو هشاش وخفاف. صافي هنايا بالنسبه للكريمه اللي غادي نحضر معكم، كريمه سهله جدا. هنا غادي نحتاج لها واحد الكاس ونصف تاع الحليب. غادي نحتاج ايضا هنا واحد الملعقه كبيره عامره، تاع الكريم باتيسير ديال الشكلاط. صافي هنا غادي نضيف هنايا تقريبا واحد 3 الى 4 المعالق ديال السكر سنيده. هنا السكر دائما تيبقى على حسب الذوق. صافي غادي نديرها هنا فوق النار. بالنسبه لهاد الشكلاط هنايا حتى الاخير عاد كنضيفوا الكريمه ديالنا. هنا غادي نديرها هنا فوق النار حتى غادا تطبخ لينا هكا شويه. عاد غادي كما كتلاحظوا هي كتجي على هاد الطريقه، كتجينا خاتره. صافي غنبدا نضيف فيها في هاد الكيك، نكبها غير بشويه. كما غتلاحظوا انا راه ما كثرش الكريمه حيت هاد المول اللي عندي هنايا عندي غير صغير، فهنا هاد الكريمه راه قداتني فيهم كاملين. هنا البنات راه باقيين واحد 4 حبات درتهم في الفران. صافي غنبقى على هاد الطريقه حتى نكملهم. بالنسبه هنا للتزيين كيبقى دائما على حسب المتوفر عندكم في المنزل. انا هنا غادي نزينهم بحبات ديال الشكلاط، وتقدروا تخليهم غير هكاك البنات راه كيجيو زوينين. تقدروا ايضا تزينهم بالفيرميسيل بالكوك، لكم الاختيار.
صافي هنايا غادي نديرهم في الثلاجه شويه حتى يتماسكوا لينا. هنا دغيا الكريمه كتماسك البنات، وهنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجيو رائعين البنات وكيخرجوا واحد الكميه اللي وفيره، غير بجوج حبات تاع البيض يخرجوا هذه الكميه الكبيره. صافي كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.